ملخصنا النهاردة ملخص حكاية بيتكلم عن مسلسل لعبة الحبار. وكلنا عارفين ان الموسم الاول سيونج هو اللي كسب في اخر اللعبة بعد ما كل المتسابقين ماتوا، وفي الموسم التاني بنكمل حكاية اللعبة مع سيونج اللي بيقرر انه ما يصرفش الفلوس اللي كسبها من اللعبة وانه يستخدمها في انه يقضي عليها. فيا ترى هيقدر يعمل كده فعلا؟ ده اللي هقوله لكم النهارده في ملخص مسلسل الحبار الموسم التاني. فقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، ويلا بينا نخش في احداث المسلسل. بتبدأ أحداث المسلسل مع سيونج وهو خارج من المطار، وبيجيله تليفون من شخص مجهول كان بيسأله عن السبب اللي خلاه ما يسافرش لبنته ويخرج من المطار. فبيعرفوا سيونج إنه مش هيسافر وهيدور عليهم علشان ينتقم منهم. وبعدها بيدخل سيونج حمام سوبر ماركت، ووقتها بيكتشف إن في حاجة ورا ودنه موجودة تحت جلده. فبيمسك مشرط وبيحاول يخرج الحاجة دي، وبيلاقيها قطعة صغيرة من المعدن وبتكون GPS بيقدروا يعرفوا بيها مكانه. وبعدها بنشوف جون هو الشرطي وهو بيفوق من الغيبوبة، وبيطلع انه لسه عايش، وده بعد ما شارك في لعبة الحبار وهو متخفي كموظف في اللعبة علشان يدور على اخوه الكبير. وبعد ما بيجمع كل الادلة عن التجاوزات اللي بتحصل في اللعبة بالصور، بيتفاجئ ان مشرف اللعبة يبقى اخوه الكبير، وهو اللي بيقرر يقتله بمسدسه علشان ما يكشفش اسرار اللعبة. وبعدها بسنتين بنشوف الشرطي جون واللي بقى شرطي في المرور، وهو موقف شاب ومعاه حبيبته علشان كان مش لابس الخوذة وهو راكب الموتوسيكل. فبيصمم انه يديله مخالفة، وبتحاول البنت اللي معاه انها تخلي جون يتراجع عن المخالفة، فبتعاكسه. ووقتها بيتضايق حبيبها وبياخد المخالفة من جون وبيمشي وبيسيبها في الشارع. وبعدها بيكون جون هو قاعد مع رئيسه في الشغل وبيكون متعصب وبيتخانق معاه علشان ساب مكانه في اسم التحقيق والجرايم وقرر يبقى شرطي في المرور. فبيقول له جون ان كل ده علشان محدش كان مصدقه بخصوص اللعبة المميتة اللي شافها، واللي اكتشف ان المشتركين فيها بيموتوا لو خسروا. فبيسأله رئيسه مين اللي ضربه بالرصاص، ووقتها بيتوتر جون هو وبيقول له ان هو ما شافهوش وما يعرفش هو مين. وبالليل بيحلم سيونج ان مشرف لعبة الحبار وصل لمكانه ومعاه راسيل زميله اللي كانوا معاه في اللعبة. فبيقوم من النوم مرعوب، ووقتها بيرن الجرس. فبيبص الأول في كاميرات المراقبة اللي هو حاططها، فبيلاقيه سيوك، وده كان مديون له بمبلغ كبير جدا. وبعد ما سدد له الديون من الجايزة اللي كسبها، أجره علشان يلاقي له السيلز اللي بيقف في محطة المترو علشان يستدرج الناس إنهم يشاركوا في اللعبة. وبنعرف إنهم بقالهم سنتين بيدوروا عليه وبيكون ملهوش أي أثر، لكن سيونج بيصر إنهم يستمروا في البحث عنه علشان اللعبة لسه شغالة. وبيدي سيوك فلوس زيادة علشان يكمل البحث هو ورجالته. وبعدها بيمشي سيوك وبيركب عربيته وبيكون معاه رجالته، فبيعرفهم انهم هيكثفوا بحثهم الفترة اللي جاية. فبيقول له واحد من رجالته ان سيونج شكله مجنون وانهم بقالهم سنتين بيدوروا على واحد ملهوش وجود. لكن سيوك بيكون مصدق سيونج وبيقول له ان في ناس كتير كانوا مديونين له واختفوا فجأة بشكل غريب. وكمان سيونج بيديهم مبالغ كبيرة مقابل انهم يلاقوا الشخص ده، وانهم لو لقوه هياخدوا مليار وان، وده بالعملة الكورية. فبيتحمسوا الرجالة جدا. وتاني يوم بنشوف سيوكو وهو مجمع رجالته كلهم علشان يقول لهم على المعلومات اللي تخص السيلز اللي بيدوروا عليه، وبيوزعوا نفسهم بعدها في محطات المترو علشان يسألوا الناس لو قابلوا حد وعرض عليهم الاشتراك في اللعبة. وكانوا بيفتشوا كل الناس اللي لابسين بدلة وشايلين شنطة سودا. اما جون فكان بيدور في كل الجزر المحيطة بالبحر، وده علشان مكان اللعبة اتغير وكان عاوز يعرف مكانها الجديد، لكن للأسف ما بيوصلش لحاجة. وبتعدي الأيام وكل حاجة زي ما هي ومحدش بيقدر يوصل لأي حاجة جديدة. وفي يوم بالليل كان قاعد سيوك في محطة المترو وهو محبط هو وواحد من رجالته. فبيلاقوا السيلز اللي بيدوروا عليه وبيشوفوا هو بيقنع واحد من الناس على اللعب زي ما سيونج كان حكي لهم. فبيتصل سيوك على طول بسيونج بسرعة علشان يبلغوا انهم لقوه. فبيتصدم سيونج وبيجهز مسدسه وبيتحرك بسرعة وبيطلب من سيوك انه يفضل مراقبه. وبعدها بيكون السيلز بيعدي على كل الفقراء والمشردين وبيعرض عليهم يختاروا ما بين الاكل او ما بين كارت حظ، واغلبهم بيختاروا الكارت بس مش بيكسبوا. فبعدها بيرمي السيلز الاكل قدامهم كلهم على الارض وبيدوس عليه برجله وبيعرفهم انهم ضيعوا الاكل من ايديهم واختاروا غلط. والكل وقتها بيكون مستغرب من تصرفه، وبيصوروا سيوك بموبايله وبيتحرك وراه بتاكسي علشان ما يتوهش منه. ولما بينزلوا وراه بيشوفهم وبيضربهم هما الاتنين جامد،
وفي الوقت ده المرور بيوقف سيونج علشان معدي السرعة المسموحة، وبياخد المخالفة وهو ساكت وبيمشي. وساعتها زميل جون بيقوله ان الشخص ده غريب جدا، فلما بيشوف جون المخالفة باسم سيونج بيتصدم وبيبحث عنه في السجل المدني وبيقدر يتأكد من صورته ان هو سيونج اللي كان مشارك في لعبة الحبار. وبعد شوية بيوصل سيونج لمكان سيوك بس مش بيلاقيه، وبيلاقي دم في كل مكان، فبيفهم ان السيلز اللي بيدور عليه خطفهم. وبعدها بنشوف السيلز وهو خاطف سيوك والراجل اللي كان معاه ومكتفهم في كراسي وكاتم صوتهم، وبيقرر يلعب معاهم لعبة، وبيعرفهم ان الخسران هيتحط المسدس على دماغه وهو وحظه يا هتيجي الرصاصة فيه ويموت يا اما هيتكتب له عمر جديد. والاتنين بيكونوا مرعوبين ومنهارين من الخوف، ووقتها بيخسر سيوك وبيقتلوا السيلز. وفي نفس الوقت ده بيوصل جون للمكان اللي شغال فيه سيوك وبيلاقيه كاتب انه بيدور على سيلز لعبة الحبار، ووقتها حد بيدخل المكان فبيستخبى جون، واول ما بيخرج بيرجع يكمل تفتيش في المكان وبيلاقي في الدرج ملف لسيونج. وفي اللحظة دي بيرجع سيونج للمكان اللي عايش فيه وبيتفاجئ بان السيلز هناك ومستنيه، فبيسأله ليه ما ركبش الطيارة وسافر بعد ما كسب اللعبة. فبيقول له سيونج انه كان عايز يقابله الاول علشان يشكره انه خلاه يشارك في اللعبة اللي خلته شخص غني، وبيطلب منه يخليه يقابل المسؤولين عن اللعبة علشان عايز يشكرهم بنفسه. فبيقول له السيلز انه في يوم اكتشف ان باباه في اللعبة واضطر يقتله برصاصة في دماغه علشان خسر في اللعبة، ومن وقتها وهو اكتشف ان الوظيفة دي مناسبة له جدا. وبعدها بيسأل سيونج هو شايف نفسه مميز علشان كسب في اللعبة، فبيقول له سيونج ان عمره ما هيفهم احساسه كان ايه وكسب ازاي طول ما هو ما جربش اللعبة بنفسه. فبيقرر السيلز انهم يلعبوا لعبة مع بعض، وهي انه هيحط رصاصة واحدة في المسدس واللي حظه حلو الرصاصة مش هتيجي فيه. وخلال اللعبة بيقول السيلز لسيونج انه لو عاوز يقابل مسؤول اللعبة هيلاقي المفتاح في جيبه ويقدر يقتله من غير ما يلعبه ويضيع وقت، لكن لازم يعترف الأول إنه قذر زي الكل. ووقتها سيونج بيتجاهل كلامه وبيكمل اللعبة وبيقول للسيلز إنه عامل زي الكلب بينفذ الأوامر وبس، وفي النهاية هو مجرد كلب وملهوش قيمة. ووقتها بيجي الدور على السيلز وبيكون حظه ان الرصاصة بتيجي فيه وبيموت. وفي اللحظة دي بيكون جون في عربيته بعد ما عرف مكان سيونج، وبيسمع صوت الرصاص فبينزل بسرعة وبيدور على سيونج في كل الغرف اللي موجودة في المبنى، وبيلاقي مساعد سيوك اللي كان مربوط ومحطوط على السرير وهو متجرد من كل هدومه، فبيسأله عن سيونج وبيعرف منه انه في الغرفة رقم 410. فبيروح جون لسيونج وبيشوف ساعتها جثة السيلز فبيقبض عليه بتهمة اشتباهه في جريمة قتل. لكن في نفس الوقت ده بيجي كيم وبيضرب جون على دماغه وبيعرف سيونج ان كيم مساعد سيوك وان سيوك اتقتل على ايد السيلز. ووقتها بيكون مع سيونج كارت خاص بلعبة الحبار لقاه في جيب السيلز ومكتوب فيه عنوان. وبعدها بيفوق جون من الضربة وبيكون سيونج قاعد معاه وبيحاول يعرف منه هو عارفه منين، فبيفكروا بالليلة اللي حصل فيها خناقة في سكن اللعبة ودخل المقنعين وقتها علشان يوقفوا الخناقة. فبيتصدم سيونج وبيكون فاهم انه واحد من الموظفين اللي كانوا في اللعبة، وبيشرح له جون انه كان متخفي وسطهم علشان يلاقي اخوه، لكن سيونج مش بيصدقه. فبيقول له جون انه وقتها سأله لو كان يعرف شخص في اللعبة اسمه آن هو وده يبقى اخوه، فبيفتكر سيونج فعلا اللي حصل. فبيسأله جون عن الشخص المقتول ده، فبيقول له ان ده السيلز اللي بيستدرج اللاعبين للعبة، وان هو اللي قتل نفسه علشان خسر في اللعبة اللي كان بيلعبها معاه. وبيعرفه كمان انه بيدور عن المسؤولين عن اللعبة علشان ينتقم منهم ويوقف اللعبة خالص. فبيحكي له جون انه شاف المسؤول عن اللعبة لما كان من الموظفين وكانوا مسمينه القائد، لكن كان لابس طول الوقت قناع اسود. فبيقرر سيونج انه يدور عليه لوحده، وبيقول لجون ان العجوز رقم 1 قال له ان اللعبة دي معمولة للزباين، وانه لو وصل للزباين ساعتها اللعبة هتقف وتنتهي. ووقتها جون بيعرفه انه عايز يلاقيهم زيه بالظبط علشان مش هيقدر ينسى اخوه، زي ما هو اكيد ما نساش الناس اللي ماتت في اللعبة، وكمان هو هيقدر يساعده. وبعدها بياخد سيونج كيم وجون للغرف اللي حاطط فيها الفلوس اللي كسبها من اللعبة، وبيوريهم الاسلحة اللي جمعها على مدار سنتين علشان يكون جاهز للمواجهة، وبيوريهم كمان المكان السري اللي كان بيتدرب فيه على استخدام الاسلحة دي، وبيطلب من جون انه يستقيل من وظيفته. وبيروح سيونج لسمسار بيساعد الناس في الهجرة علشان يطلب منه انه يجيب والدته سيبيوك من كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية، فبيقول له انه تم الافراج عنها بس هي مريضة بسبب تفشي مرض السل اللي جالها في السجن، وان الموضوع هياخد وقت. فبيقول لسيونج انه هيديله اي فلوس هو عاوزها،
وبيديله ساعتها ورقة فيها عنوان محل الأسماك بتاع مامته، وبيعرفه إن لو معرفش يوصله هيلاقي أخوه هناك. وبعدها بتروح لنفس السمسار بنت شابة اسمها نيول، وبنعرف إنها بتدور على بنتها اللي عندها سنة علشان موجودة في كوريا الشمالية. فبيقول لها السمسار إن مستحيل طفلة عندها سنة تفضل كل ده في كوريا الشمالية وكمان من غير باباها ومامتها، وبيفكرها انها هربت وجت هنا بعد ما ضربت رئيسها في الشغل بالنار، يعني تعتبر مجرمة. وبعدها بيعتذر لها علشان جرحها بكلامه، وانه عارف ان موضوع نسيان الام لبنتها ده شيء صعب جدا، لكن لازم تحاول خصوصا ان بنتها اكيد ماتت. وبالليل بنشوف نيول وهي قاعدة في عربيتها وماسكة صورتها مع بنتها وجوزها وبتعيط، وفجأة بيخبط شخص مجهول على شباك العربية وبيدي لنيول كارت الخاص بلعبة الحبار، فبتستغرب وقتها. وتاني يوم الصبح بيكون جون في طريقه للمقابر علشان يشوف قبر مرات اخوه اللي ماتت، وبيحط لها ورد زي ما كان اخوه بيعمل دايما. ولما بيرجع لبيته بيكون قاعد مع مامته وبتقول له بحزن انها حاسه ان اخوه ما بقاش عايز يعيش معاهم، وبتكون خايفه يكون ماشي علشان فاكر انها بتفضل جون عليه، وده علشان جون يبقى ابنها اما هو فبيكون ابن جوزها، وانه حزين من ساعه موت مراته علشان لما تعبت ما قدرش يساعدها علشان كان اتبرع بكليته لجون لما كان مريض. فبيقول لها جون واضح ان اخوه كان بيكرهه علشان كان ممكن يبيع كليته مقابل تأمين العلاج لمراته، وبيتعصب على مامته علشان طول الوقت بتحسسه بالذنب. ووقتها بنشوف نيول وهي بتقدم استقالتها، وبنعرف انها كانت شغاله مع فرقه تنكريه للاطفال في الملاهي، وبتشوفه وهي خارجه من الملاهي عربيه اسعاف وبيحطوا فيها طفله صغيره مريضه اسمها نايون، وباباها ساعتها بيكون منهار من خوفه عليها. فبتقرر نيول انها تروح للمستشفى، وبتسمع الدكتور وهو بيبلغ ابوها انها مريضه بسرطان الدم، وللاسف التأمين مش هيغطي تكاليف علاجها. فبتدخل نيول لغرفة الطفلة وبتمسك ايديها وبتبص لها بحب وبتسيب لها الطاقية بتاعتها، وبعدها بتتصل بالرقم الموجود على كارت لعبة الحبار، وبتقول للشخص اللي رد عليها انها عايزة تشارك في اللعبة، وبتديله اسمها وتاريخ ميلادها، فبيعرفها على العنوان اللي هتروح فيه علشان تستنى اللي هينقلها للعبة. وفي نفس الوقت ده بنشوف سيونج وهو جايب دكتور يشيله ضرس من ضروسه، وبيحط له مكانه ضرس مزيف في جهاز تتبع، وبيحاسبه كيمو وبيطلب منه ما يتكلمش ويفضل ساكت. وبيشوف سيونج وجون الرجاله اللي جايبهم كيم علشان يساعدوهم في الخطه، وبيعرفوا كيم انهم كانوا في القوات الخاصه للجيش الكوري، وبيتعرف سيونج على قائدهم وبيعرفوا بالخطة اللي هيمشي عليها هو وفريقه. وبيروح سيونج للعنوان اللي موجود على كارت اللعبة اللي كان مع السيلز، وبيستغل كيم ان كل الناس متنكرين، فبيقول له جون ان النهاردة الهالوين. وبيدخل سيونج وكيم المكان اللي في الحفلة، وبيفضل جون مستنيهم في العربية وبيراقبهم من خلال جهاز التتبع اللي حطه سيونج في ضرسه. وفجأة بيشوف جون أشخاص لابسين بدل حمراء وأقنعة، وبيعرف إنهم تبع لعبة الحبار، فبيتكلم مع كيم علشان يحذره هو وسيونج. ولما بيحاول يدخل الحفلة بيمنعه الحراس، فبيضرب واحد منهم بالمسدس بتاعه وبيدخل. وفي الحفلة بيهجم واحد من موظفين اللعبة على كيم وبيكهربه بالصاعق الكهربائي، أما سيونج فبيمشي ورا واحد منهم، ووقتها بيلاقي عربية بيضة مستنياه فبيركب فيها وبيمشي معاهم. فبيشوفهم جون وبيطلب من القائد والفريق انهم يراقبوا العربية البيضة. وفي العربية بيلاقي سيونج سماعات على شكل خنزير صغير، وبيتكلم منها قائد اللعبة وبيعرفه انه كان لازم يسافر لبنته بعد ما كسب. فبيرد عليه سيونج بحزم وبيطلب منه يوقف اللعبة، فبيقول له القائد ان كل اللي مشاركين في اللعبة شاركوا بمزاجهم. فبيعترض سيونج على كلامه وبيقول له انه بيستغل حاجة الناس للفلوس وبيلعب بمشاعرهم علشان يشاركوا في اللعبة. وبيطلع مسدسه وبيحاول يقتل السواق اللي سايق العربية، فبيقول له المسؤول ان اللي بيفكر فيه مش هيحصل. وفي الوقت ده بنكتشف ان في قناص بيضرب نار على عجل العربية اللي كان فيها القائد وفريقه علشان يمنعهم من تتبع العربية اللي فيها سيونج. ووقتها بيقرر سيونج انه يشارك في اللعبة تاني، ولما بيستغرب القائد انه هيشارك في اللعبة بيستفزه سيونج وبيقول له انه اكيد خايف يخسر قدامه زي العجوز رقم 1. فبيرد عليه القائد وبيقول له انه مادام هو اللي اختار يشارك في اللعبة فهينفذ له طلبه. وفي اللحظة دي بيترش غاز مخدر في العربية، وبنكتشف ان قائد اللعبة قاعد قدام جنب السواق ولابس قناعه الاسود، وبيرحب بعودة سيونج المتسابق رقم 456 للعبة من تاني. وفي نفس الوقت ده بنشوف نيول وهي بتلبس اللبس الخاص بلعبة الحبار. وتاني يوم بيصحى سيونج من نومه وبيلاقي نفسه في مبنى لعبة الحبار ونايم على سريره ولابس بدلة اللاعبين، وبيشوف حوالين اللاعبين المشاركين وهم
يصحوا من النوم زيه. وفي نفس الوقت ده بيدخل عليهم موظفين اللعبة اللي لابسين البدل الحمراء والأقنعة، وبيعرفوهم إنهم هيشاركوا في 6 ألعاب مختلفين على مدار 6 أيام، واللي هيقدر يفوز بالألعاب ال6 هياخد جايزة نقدية كبيرة. لكن اللاعبين وقتها بيسألوهم ليه خطفوهم بالطريقة دي وليه لابسين أقنعة ومخبين وشهم، فبيرد عليهم واحد من الموظفين وبيقول لهم إن كل ده علشان اللعبة تفضل في أمان، وإن دي قواعد اللعبة واللي منها إن الموظفين ما يكشفوش عن هويتهم مهما حصل. لكن وقتها اللاعب رقم 333 بيكون عايز موبايله علشان يتابع سوق العملات المشفرة وما يخسرش فلوسه، فبيتكلم واحد من الموظفين وبيقول للعيبة كلها إن المشترك رقم 333 اسمه ميونج وعنده 30 سنة وبيدير قناة على اليوتيوب، وبيقنع بيها المشتركين إنهم يستثمروا في العملات الرقمية، وتسبب في خسارتهم ل 15 مليون وعليه ديون ب1.5 مليار وان. وبيتكلم الموظف بعدها عن اللاعبة رقم 196 واللي بيكون اسمها مينا كانج، ودي عليها ديون ب45 مليون وان. وبيفضل الموظف يتكلم عن كل اللاعبين المشاركين في اللعبة، وبيصدق الكل ان في واحد منهم مديون ب10 مليار، وبعدها بيفاجئهم الموظف ان الجايزة هتكون 45 مليار، وبيعرفهم كمان ان بعد كل لعبة هيكون في تصويت لو عاوزين يكملوا الألعاب ولا لأ. فبيستغرب سيونج علشان ده معناه انهم يقدروا يمشوا في اي وقت وياخدوا الفلوس اللي جمعوها. وبعدها بيبدأ اللاعبين يوقعوا على انهم موافقين ببدء اللعبة والمشاركة فيها، وبعدها بيتخانق اللاعب رقم 230 اللي اسمه سانوس مع ميونج علشان كان من المستثمرين في العملة المشفرة اللي كان شغال فيها، ويعتبر نصب عليه وخسروا فلوسه كلها. وبنعرف ان سانوس مغني راب مشهور وبيكون ليه معجبينه من اللاعبين عايزين يتصوروا معاه، لكن بيمنعهم واحد من الموظفين علشان ده كان ضد قواعد اللعبة. وبيتفاجئ سيونج بواحد من صحابه اسمه جونج بي وبيعرف انه مشارك في اللعبة، ووقتها بيتصدم جونج ان سيونج عايش علشان كان فاكر انه مات وانه كان مختفي بقاله 3 سنين، وسمع كمان ان مامته ماتت. وبيحكي جونج لسيونج انه طلق مراته وابنه دلوقتي عايش معاها، فبيقول له سيونج بقلق انه لازم يفضل جنبه قريب منه وما يبعدش لحظة عنه، فبيستغرب جونج من طريقته. وفي نفس الوقت بيكون جونج متتبع مكان سيونج وبنشوفه وهو في السفينة ومعاه كيمو وبيدوروا على المكان اللي ظاهر لهم على الخريطة لحد ما بيوصلوا لجزيرة في البحر، وبيستخدموا كاميرا درون علشان يقدروا يحددوا بيها مكان سيونج. وفجأة بيوصل كيم لراجل واقف على شط البحر وبيصطاد، وبيلاقي جهاز التتبع اللي كان في ضرس سيونج مرمي وسط الطعم اللي بيستخدمه الصياد، فبيكلم كيم جون وبيعرفه باللي حصل. وبعدها يا صديقي بنشوف اللاعبين في الملعب علشان يبدأوا لعبتهم الأولى اللي بيكون اسمها إشارة حمراء إشارة خضراء. ووقتها بيستغرب سيونج ازاي كيم وجون اتأخروا علشان يوصلوا له، فبيشوف الضرس المزيف اللي حطه، ووقتها بيكتشف ان جهاز التتبع اللي كان فيه اتشال. فطبعا بيتصدم سيونج وبيقف يتكلم مع كل اللاعبين وبيعرفهم ان دي مش مجرد لعبة، وان هم لو خسروا هيموتوا، واللعبة اللي بيلعبوها دي دلوقتي عبارة عن عروسة بترصد حركتهم وقت الإشارة الحمراء، ولو حد فيهم اتحرك هيموت. فاللعيبة كلها بتسخر من كلامه وبيفتكروه مجنون، وبيشكوا انه بيعمل كل ده علشان يكسب هو في اللعبة لوحده وياخد الفلوس. وفي الوقت ده بتبدأ اللعبة وبتبدأ العروسة بالعد قبل ما تلف وتشوف مين اللي بيتحرك، فبيقرر سيونج انه يساعدهم بما انه جرب اللعبة دي وعارفها كويس. وساعتها جونج بيطلب من سيونج يهدى علشان بدأ يخوفه، ووقتها بتقف نحلة على رقبة اللاعبة رقم 196 ومن خوفها بتتحرك، وساعتها بتتضرب بطلقة في راسها وبتموت. فبيقول لهم سيونج بصوت عالي انهم ما يتحركوش، بس من الخوف والرعب اللي حصل بيتحرك مجموعة كبيرة من اللاعبين وبيموتوا واحد ورا التاني. وبنعرف وقتها ان نيول كانت من ضمن موظفين اللعبة وهي المسؤولة عن قتل اللي بيخسر. وفي الوقت ده بيكون القائد قاعد بيتفرج على اللعبة من خلال الشاشة، وبيبدأ ساعتها الكل يصدق كلام سيونج، وبيوصل جزء منهم لخط النهاية، وبيشوف سيونج واحد من اللاعبين اتصف في رجليه ولسه عايش، فبيقرر يرجع تاني للاعب علشان يساعده هو واللاعبة هيونشو رقم 120. وبيوصل لخط النهاية وبينجحوا، لكن نيول بتقتل اللاعب اللي هم انقذوه علشان هو فاشل وما كسبش بمجهوده، فبيتصدم سيونج هو وهيون شو. وبعد اللعبة بيدخل الموظفين على اللاعبين فبيخافوا منهم، ووقتها واحد من الموظفين بيهنيهم علشان
علشان كسبوا في اول لعبة، لكن وقتها كل اللاعبين طلبوا من الموظفين السماح علشان كانوا خايفين انهم يقتلوهم. فبيقول لهم الموظف انهم مش بيأذوا حد. فبيتكلم سيونج وبيقول للكل ان البند رقم 3 في اللعبة بيقول ان لو صوت الكل بانتهاء اللعبة هتنتهي وكلهم يمشوا من هنا. لكن للأسف لما بيشوف اللاعبين الفلوس اللي اتجمعت من اول لعبة، وده بعد موت 91 شخص، فبيطمعوا وبيقرروا يلعبوا اللعبة التانية كمان. فوقتها الموظفين بيقرروا يعملوا التصويت ويسيبوا للاعبين حرية الاختيار. فبيصوت سيونج بانتهاء اللعبة، وشوية وبيلاحظ ان عدد الموافقين على استكمال اللعبة بيكبر، فبيتكلم معاهم وبيطلب منهم يرجعوا لعقلهم علشان لو كملوا اللعبة دي هيموتوا كلهم. فبيتعصبوا عليه اللاعبين علشان عمال يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. فبيدافع جونج عن سيونج وبيقول لهم انهم لولاه كان زمانهم ميتين. فبيقول لهم سيونج بعصبية وانهيار انه لعب اللعبة دي قبل كده من 3 سنين، وعلشان كده هو عارف اللي هيحصل في اللعبة الاولى، وكل اللي كانوا معاه ماتوا. فبيفهموا كلهم ان سيونج هو اللي فاز باللعبة، وده بيخليهم يطمعوا اكتر في المكسب والفلوس، وبيصمموا انهم يكملوا اللعبة. ووقتها واحد من الموظفين بيهدد سيونج علشان كان بيعطل عملية التصويت، ولما بيحصل تعادل بيكون اللاعب رقم 1 هو الفيصل، ووقتها بيختار انهم يكملوا اللعبة. وبكده بينتهي التصويت على تكملة اللاعبين ليها، وبنكتشف ان اللاعب رقم 1 هو القائد، وبيبص لسيونج بكل تحدي. وبكده نكون لخصنا لكم اول 3 حلقات من مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني. فلو عجبكم الملخص اكتبوا لنا في الكومنتات علشان ننزل لكم ملخص باقي المسلسل، واشوفكم في ملخصات تانية. سلام.